حطيت الفلوس اللي كنت حاطاها قبل كده، وفجأة 3 أيام بس والبرنامج قفل والفلوس راحت. كتاب الله وكتاب الله انا هموت على الفلوس دي، مش انا لوحدي، ده كذا واحد هيموت على الفلوس دي يا جدعان، مستلفينهم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج كلمة ورسالة. الناس اتنصب عليها في 6 مليار جنيه في تطبيقات الغش والفنكوش اللي انتشرت على السوشيال ميديا وانتشرت على متجر جوجل بلاي في الآونة الأخيرة تحت بند الربح من الانترنت. المنصة دي قالت لنا ان هي شغالة في التعدين، بتعدن عملات زي البيتكوين والعملات دي. تمام، انت كل اللي عليك بتشتري آلة وبتخش يوميا تشغلها. الآلات بتبدأ من اول 200 جنيه، لو حطيت في 200 جنيه دي بعد 20 يوم تاخدهم 400. فاصلا الآلة الصغيرة دي بتطمع، ما بالك بقى بالآلات الكبيرة. يعني كان في آلة عاملة 8000 جنيه تاخد فلوسك بعد 200 يوم تاخدهم 140,000 جنيه او حاجة زي كده. طبعا الناس استخدمت التطبيق شهر و2 و3 لحد 9 شهور وداخلين في سنة بتستخدم التطبيق، وكسبوا منه فلوس وبدأ يكتسب ثقة الناس فيه ان الناس بتكسب من وراه فلوس. وطبعا حضرتك بتكسب شهر و2 و3 بتحط 1000 جنيه بيجيلك عليها أرباح في الأسبوع 200 جنيه، وبقيت تقبض شهر و2 و3، بقيت تجيب اصحابك، بقيت تجيب العيلة، وده بقى يجيب اصحابه ويجيب عيلته، وبقت شبكة عنكبوتية. ده ممكن يولد وممكن يسقط. لا ان شاء الله مش هيسقط. الله ينور عليك. هتحط له ال100 بيكسب كام بقى؟ 200 على طول. بجد؟ جرب. احط 100 يكسب 200. طب جرب كده. موافق اهو. اقول له ايه بقى؟ برضه هتسقف سقفتين وتغمض عينيك. واقول له حاجه؟ لا، قول له افتح يا سمسم. افتح يا سمسم. افتح. افتح. ايه ده؟ ايه ده؟ عايز اشمعنى ده 4 خبطات عشان هتجيب فلوس كتير يعني؟ كتير. طب ماشي. افتح يا سمسم. ايه ده؟ ماليش فيه، انا قلت لك زي ما بيولد ممكن زمان انا يسقط. فلوسي. طيب فلوس ايه؟ خلاص فلوس راحت عليه. يعني وبناء عليه الناس لما جم خدوا الضربة القاضية كانت قطمت وسط الناس كتير. حطيت الفلوس اللي كنت حاطاها قبل كده، وفجأة 3 أيام بس والبرنامج قفل والفلوس راحت. كتاب الله وكتاب الله انا هموت على الفلوس دي، مش انا لوحدي، ده كذا واحد هيموت على الفلوس دي يا جدعان، مستلفينهم. كانت قطمت وسط الناس كتير. وخد بالك في الظروف الاقتصادية اللي العالم كله فيها، انت طبعا بتتكلم في رقم مهول 6 مليار جنيه. طبعا نهينا عن جروبات التليجرام بتاعت الربح من الانترنت والكلام ده كله، ومحدش خد منها فلوس. والتطبيقات عموما اللي منتشرة على الانترنت تحت مسمى الربح من الانترنت، الناس دول بيحاولوا يقنعونا ان التطبيقات دي بتربح وبتجيب فلوس من الهوا. كانش حد طبعا غلب. كل الناس اللي بتدور على المكسب السريع والربح السريع بتجري ورا الوهم والسراب وبتجري ورا التطبيقات دي. انت بتخش تراهن على سهم لشركة معينة، والرهان ده انك بتتوقع اذا كان السهم ده يرتفع او تتوقع انه ينخفض. ولو طلع توقعك صح انت بتكسب هنا فلوس، ولو طلع توقعك غلط تخسر هنا فلوس. يعني هي من البداية للنهاية عملية رهان، وهنا المراهنات حرام زيها زي القمار، يعني حرام في حرام. وخد بالك لو انت حاطط فلوسك في تطبيق من التطبيقات دي، فخد التطبيق بتاع هوك بول مثل ليك، واحذر مليون مرة انك تلاقي نفسك اتنصب عليك. اتفاجئنا بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. القرار كان مرضي الى حد كبير لناس كتير جدا من الشعب المصري، وانا شخصيا سعيد بالقرار دوت. انما انا شايف ان القرار كان ينقصه شيء بسيط. استثنى هنا موظفين القطاع الخاص والناس العمالة المؤقتة، وبالتالي ففي فئة كبيرة جدا من الناس اتحرمت من الزيادات الخاصة بالمرتبات. أتمنى من الحكومة تنظر بعين الرأفة إلى موظفين القطاع الخاص وإلى الناس اللي هم العمالة المؤقتة والعمالة اليومية، لأن الناس دي كادحة ومظلومة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش. يعني بعد زيادة المرتبات
هنلاقي ان الموظفين في الدولة بيتم استقطاع مرتبات منهم واستقطاعات كتيرة جدا، فبالتالي ما بيشعرش بالمرتب بتاعه ولا ببركة وخير المرتب، وبيبقى يا عيني الموظف الكادح المطحون اللي مش عارف يفتح بيت بالرغم انه موظف في الدولة. تعال بقى يا سيدي نخش على حاجة تانية، والموضوع اللي هكلمك فيه ده بقى موضوع الساعة. وجهة نظرك السمين اللي احنا بنقف ناكله هات يد شوربة كوارع وسمين وممبار بوجهة نظرك دي لحمة ايه؟ السمين بقى سيدي الفاضل برضه سقط الحمار بيستعمل ولا بيرموه؟ لا سقط الحمار بيستعمل، كل حاجة في الحمار بتستعمل. الممبار، الفشه، منبار الحمار؟ منبار الحمار زي منبار العجل بالظبط، زي العجل بالظبط، زي العجال بيستعمل؟ طبعا، ويتحط فيه الرز ويتسلق ويبقى التمام يتعلق على العربيات بالصلاة على النبي زي السلك بتاع النور كده بتاع الافراح، ويتعلق وجميل قوي خالص. ما حد دخل جواه عرف انه ده منبار حمار. انت عمرك سمعت عن ناس بتاكل لحم حمير اللي عندنا احنا بس؟ يا اما في الصين بياكلوا الصراصير على الحيطان. عمرك سمعت ان في ناس بتاكل لحم حمير اللي عندنا احنا بس؟ بذمتك ودينك وايمانك ان الموضوع ده مش حاجه تعر وتكسف؟ ليه احنا بقينا الطمع والجشع عامي عينينا للدرجات دي؟ الناس هتمشي تنهق في الشارع والله من اللي بيحصل ده، وعيب وحرام وما يصحش. انا بلوم وبعاتب على الحكومه ان لازم يكون مع زياده المرتبات في ضبط للاسعار، ونشدد الرقابه على الاسواق تحت، عشان اللحوم اللي بناكلها اصبحت لحوم فاسده ولا تصلح للاستخدام الادمي، وحرام شرعا ان احنا ناكل لحم حمير. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.